توجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، فيما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون أخيرا إلى التهدئة مع اشتداد التوتر الاجتماعي في فرنسا. وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها. وقال وزير العمل أوليفيه دوسوب الأحد لصحيفة لو جورنال دو ديمونش أنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة يجب أن تجمع ائتلافا بين المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك. من جهته صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة لو باريزيان: أعتقد أنه لن يكون هنالك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقية. وتنظر الجمعية الوطنية في مذكرتين بحجب الثقة قد قدمتا إثر لجوء الحكومة إلى البند رقم 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه بالتصويت، وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية عن رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديمقراطي وسط احترام الجميع. وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح، وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت، لكن عليها أن تبدي وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي، بما يشمل أصواتا حوالي 30 من نواب حزب الجمهوريين، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية والتصدي لإصلاح نظام التقاعد. ويبدو مثل هذا السيناريو مستبعدا إذا لم تسقط أي حكومة في فرنسا نتيجة مذكرة بحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة في 1958، غير أنه ليس مستحيلا في وقت يشتد الضغط على البرلمانيين. هذا وقد تجمع متظاهرون مجددا في عدة مدن فرنسية لا سيما في باريس، حيث وقعت حوادث الخميس والجمعة ومساء السبت، منددين بإنكار الديمقراطية. وعلى الجبهة الاجتماعية لا تزال عدة قطاعات اقتصادية أساسية تشهد بلبلة، ولا سيما المواصلات وجمع النفايات وتوزيع الوقود. وباشر معارضون وقف أكبر مصفاة تكرير في فرنسا تقع في النورماندية شمال غربي، وقد تتبعها مواقع أخرى. ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من الأدنى في أوروبا، ولو أنه لا يمكن المقارنة بين مختلف الأنظمة، وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد سنتين بضرورة التصدي لتراجع مالية صناديق التقاعد وشيخوخة السكان. هذا وقد قالت رئيسة كتلة الغالبية في الجمعية الوطنية أورور بيرجي ردا على أسئلة الإعلام: لنذهب إلى الوضوح. الوضوح هو التصويت على مذكرتي حجب الثقة. وتابعت قائلة أنه في حال إسقاط الحكومة يجب تحمل المسؤولية، مع احتمال لجوء ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية في وقت تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي إلى 28 أدنى مستوياتها منذ 2019. غير أن زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون يستبعد مثل هذا السيناريو، ورأى أن ماكرون سيتكبد عندها في الانتخابات المقبلة هزيمة القرن، وبالتالي لن يفعل ذلك، متوقعا استمرار النضال أيا كانت النتيجة.